أنا عارفة إنك فتحت الفيديو ده علشان أنت أكيد بتسأل على طريقة تذاكر بيها، وسواء أنت في أول الدراسة أو في نصها أو في نهايتها إن شاء الله الفيديو ده يكون بداية تعرفك إزاي تذاكر صح في أي مرحلة في حياتك. بس قبل ما أقولك إيه هي النصايح ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب علشان ممكن أفيدك بمعلومة تكون بتدور عليها. لو انت بتذاكر ساعات طويلة وحاسس ان مفيش نتيجة او لو بتنسى بسرعة ومش عارف اصلا تبدأ ازاي، فالفيديو ده هيكون ليك، لان الفيديو ده ممكن يغير طريقتك في المذاكرة تماما. والفيديو ده معمول على تجربة شخصية، يعني مش مجرد كلام وخلاص، والطريقة دي هي اللي خلتني اجيب 96.8 في الثانوية العامة وادخل اعلام. لو انت بتذاكر كتير ومش قادر تحصل، فاعرف ان المشكلة مش فيك، المشكلة في الطريقة اللي انت بتذاكر بيها. وخليك عارف ان الثانوية العامة مش محتاجة حد ذكي، هي محتاجة بس حد يلعبها صح. والفيديو ده إن شاء الله هيكون مرجع لأي حد عايز يذاكر سواء في ثانوية عامة أو في غير الثانوية العامة، لأني هعلمك إزاي تذاكر صح، وإزاي ما تنساش اللي أنت ذاكرته، وكمان إزاي تلم المنهج من غير ضغط، وأهم الأخطاء اللي بتخليك تضيع مجهودك. أكبر غلطة ممكن تعملها وأنت بتذاكر إنك تذاكر من غير ما تفهم، اللي هو أنا هحفظ وخلاص كده وألم أي حاجة وبعدين بعد كده أبقى راجع وهفتكر كويس. لأنك لو بتذاكر من غير فهم، بمجرد ما تقف على كلمة واحدة بس مش هتعرف تقول أي حاجة تانية بعديها. فمهم جدا إنك تحفظ بفهم، وتسأل نفسك مرة واتنين وتلاتة، وتشرح كأن في حد قاعد قدامك وانت بتشرح له وعايز توصل له المعلومة كويس. وكمان المذاكرة بالكتابة بتثبت المعلومة في دماغك أكتر، بس لو ما عندكش وقت بمجرد ما تكلم نفسك كده بصوت عالي هتلاقي المعلومة وصلت لك بسهولة. طيب احنا اتفقنا يا إما هتذاكر بصوت عالي يا إما هتسجل بالورقة والقلم. طيب كده أنا خدت أول معلومة خلاص استقبلتها، ازاي بقى اخليها موجودة في مخي وما انساهاش؟ ربط من اهم الاساليب اللي بتخليك تفتكر المعلومة بسهولة، زي ان انا مثلا اخد كلمة من كل اول جملة او اربطهم بحاجة. يعني واحنا صغيرين كنا بنحفظ الكواكب ازاي؟ كنا بنقول عطارد رمى زهرة على الارض والمريخ اشترى زحل. فانا بالربط ده هعرف اجر الكلمات ورا بعض ومش هتقع مني ومش هتسقط مني. او ان انا احطهم على هيئة نقاط، وكل ما افتكر نقطة يعني او افتكر الكلمة الاولانية من كل نقطة هعرف بعد كده اجر الكلمات اللي بعديها. كمان في حاجة انا كنت بتبعها شخصيا، ان انا كان عندي زي ذاكرة مكانية كده، ان انا في الصفحة ابقى مربطة الجزء ده كان في الحتة الفلانية من الصفحة، والجزء التاني كان هنا، والجزء التالت كان هنا، وبالتالي لو في حاجة سقطت مني هبقى عارفة هي في انهي حتة واحاول افتكرها. طيب احنا كده استوعبنا وعرفنا ازاي نربط. طيب ازاي نسترجع الكلام ده ونتأكد ان احنا فعلا حافظينه؟ كل اللي انا هعمله ان انا هقفل الكتاب واقعد بقى اغمض عيني كده وافتكر السطر الاولاني وافتكر السطر التاني وافتكر السطر التالت، او ان انا احل على الحاجات اللي انا حفظتها وذاكرتها كويس. طيب حسيت ان انا مش فاكر، ارجع اقرا الكلام مرة واتنين وتلاتة واقفل نفس القفلة تاني واقعد افتكر مع نفسي. طيب ايه بقى نظام المذاكرة الصح؟ انا دلوقتي شخص عايزة اذاكر، بس انا قدرتي على التحمل في المذاكرة ممكن تبقى ساعتين، حلو جدا. لازم تكون عارف جوه نفسك ان انت مش هتقدر تذاكر اكتر من الساعتين دول، وما تحملش نفسك فوق طاقتها. فحدد الكمية اللي انت هتذاكرها في الساعتين دي او اللي انت عارف انك هتذاكرها في ساعتين، وبعد الساعتين دي قوم كافئ نفسك. اعمل لنفسك اي حاجة انت بتحبها، العب جيم، انزل الشارع، روح اشتري حاجة، روح اعمل حاجة عايز تشربها او تاكلها. المهم ان انت تكافئ نفسك بحاجة بتحبها، وتبقى عارف ان بعد البريك ده هترجع تكمل بقية المذاكرة. وخليك عارف ان الجودة اهم من عدد ساعات المذاكرة. يعني انا ممكن اكون فاتحة الكتاب عادي 6 ساعات بس المحصلة صفر، او ان انا بقول لاهلي بص انا بذاكر ازاي بس انا في الحقيقة ما لميتش اي حاجة. اهم حاجة تبعد عن المشتتات، واكبر مشتت هو التليفون. فخليه كمكافأة زي ما قلت لك كده، بعد ما تخلص عدد الساعات اللي انت حطيتها لنفسك ارجع امسك التليفون لو دي المكافأة بتاعتك. انما هو هيضيع وقتك وهيضيع مجهودك وهيخليك دايما دماغك مشغولة بيه، وهو ملوش لازمة. وبعدين هي سنة واحدة، هي سنة واحدة، حاول ان انت تعديها بالطول والعرض، علشان بعد كده خلاص يا ترتاح الفترة اللي جاية يا هتفضل منكد على نفسك وحاسس ان انت خلاص الدنيا ضاعت منك ومش هتلحق تعمل اي حاجة تانية في حياتك. المراجعة المستمرة اهم حاجة ممكن تعملها لنفسك. يعني ما ينفعش اكون انا واصل لنص المنهج او واصل لاخر المنهج وانا مش فاكرة الصفحات الاولانية دي كلها. ما طبعا لازم انساها، لازم مع كل جزء جديد ارجع اراجع الجزء القديم، حتى لو صفحة حتى لو صفحتين حسب مقدرتي، او ان انا ابص عليهم بعيني. يعني خلينا متفقين كده، كل ما هذاكر حاجة جديدة هرجع ابص على القديم بعيني، غصب عنك هتفتكر. نيجي بقى للحاجة اللي بتضيع ناس كتير قوي، الحالة النفسية. أنا عارفة إن في الثانوية العامة دايما بنكون مضغوطين وزهقانين ومش طايقين نفسنا، وده طبيعي ولازم يحصل، إن إحنا حاسين إن هي سنة الحسم بالنسبة لنا.
حالتك النفسية هتكون متوتر وكده، بس ما تخلّيش هي دي الحالة السائدة، وإن أنت تبقى خلاص مِنكِّد على نفسك حياتك، وأنا مش هاعرف. الكلام السلبي اللي أنت بتقوله لنفسك ده بيثبت في دماغك، فلازم تقول لنفسك لأ إن شاء الله أنا هاقدر، لأ إن شاء الله ربنا هيكرمني، أنا باعمل اللي عليَّ وسايب الباقي على ربنا. فالمهم هنا إنك تعمل اللي عليك وخلاص، سيب بقى الباقي على ربنا، ذاكر كويس، اجتهد، راجع، حل امتحانات، وبعدين سيب الباقي على ربنا. وأنا عارفة إن في البداية الحماس بيكون عالي أوي، وأنا هاحقق وهاعمل وأسوي، وبتيجي في النُص كده أو في الفترة الأخيرة تحس لأ، ده الموضوع صعب جدًا. لأ الموضوع مش صعب، بجد الموضوع مش صعب، أنت بس عقلك بيخاف وبيصوّر لك إن الموضوع كبير وإن أنا مش لأ، بس أنت قادر، وأنت لو وثقت في نفسك بس شوية هتعمل حاجات كتير أوي، وهتلِم المنهج اللي أنت مستصعبه ده كله، وإن شاء الله خير. واعرف إن ربنا هيكافئك على مثابرتك وسعيك طول السنة. ما هو مش معقول يكون حد بيذاكر وبيعمل اللي عليه وبيدعي ربنا وربنا هيسيبه. فحتى لو ما حصلش نصيب، فخليك عارف ان ربنا هيحطك في حتة تانية وفي مكان تاني انت هتكون متميز في الحتة دي فيه. ومش هتكلم في النقطة دي دلوقتي، هتكلم فيها في الآخر، فخلينا نشوف النقطة اللي جاية هتكون ايه. في حاجة بقى ملازمة للحالة النفسية: الأكل والنوم. الأكل والنوم مهمين جدا 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 جدا، لأن انت بتذاكر فانت محتاج تركيز. التركيز هيجي منين؟ هيجي من الأكل الكويس والنوم الكويس. ففي ناس كتير بتقعد تقول أنا هعمل دايت، أنا عايزة أخس، أنا مش، ده مش وقته. مفيش أي حاجة تانية غير إنك تذاكر في السنة دي، تذاكر وتعمل اللي عليك. وطبعا انا مش قصدي ان انت هتقعد ال 24 ساعة تذاكر فيها وتطحن نفسك والكلام ده كله، لا، تذاكر وتخرج وتشوف الحاجات اللي تقدر ترفه بيها عن نفسك، وتعمل كل اللي عليك مع الاكل الكويس والنوم الكويس. لانك انت لو مش نايم كمان مش هتركز، مش هتعرف تفهم اصلا، مفيش معلومة هتدخل في الدماغ دي. فكل كويس ونام كويس، وكمان حاول تاكل الحاجات اللي ممكن تفيدك، الاكل الصحي اكتر، المكسرات، الفشار، الحاجات اللي كل الناس بتقول عليها ان هي مفيدة دي، حاول ان انت تكتر فيها في الوقت ده. الفترة بقى اللي قبل الامتحان على طول دي ممكن شهر شهرين حسب انت بتخلص المنهج امتى، حاول ان انت تقعد مع نفسك تراجع كل مادة لوحدها، وتقعد مع نفسك وتسأل نفسك كده انا كويس في ايه ومش كويس في ايه، ايه اللي محتاج ادوس عليه اكتر، ايه اللي محتاج اللي انا احل فيه اكتر. لو انا مثلا في جزء خلاص مش عارف افهمه، مش قادر اعمل اي حاجة فيه، ممكن تستعين بمدرس تاني، بس مش تبقى طول السنة مثلا بتاخد مع 2 مدرسين وتكمل على كده لحد نهاية السنة. لو انت قادر ان انت تقعد في البيت في الفترة الأخيرة دي وتراجع لوحدك اعمل كده، بس لو انت قادر. لو انت مش قادر خلاص، تشوف بقى نقاط قوتك فين ونقاط ضعفك فين وتبدأ تشتغل عليها. انا شخصيا في الفترة الأخيرة كان عندي النحو ده أزمة، كانت مشكلة بالنسبة لي، مش عارفة أفهمه. خلاص مهما عملت، مهما رحت للمدرس بتاعي علشان يفهمني مش قادرة أفهم. فعملت ايه؟ رحت لمدرس مخصوص على النحو بس، والحمد لله يعني بقى سهل بالنسبة لي بعديها، والحمد لله جبت درجة كويسة. وخليني أقولك بقى إن الحل هو الحل، انت من غير حل مش هتعرف اذا كنت مذاكر ولا لا. وكمان انت ممكن تكون مذاكر كويس جدا وبص صامم المنهج، بس يجي سؤال يلففك حوالين نفسك وتحس ان انت مش مذاكر حاجة. فانت لو اتعرضت له قبل كده وشفته قبل كده هيبقى بالنسبة لك سهل، وتبقى عارف اجابته على انهي جزئية انت خدتها. انما انت لو ما تعرضتلوش قبل كده هتقف مش هتحل طبعا. فحل كتير جدا وارجع شوف الإجابات من الإجابات، محدش شايفك، انت في الفترة دي لسه بتذاكر فيها، وفي الفترة دي لسه بتختبر نفسك، لسه الامتحان النهائي ما جاش. فعادي حل واغلط وارجع شوف الإجابات، وارجع دون الحاجات اللي انت وقفت فيها، الأخطاء اللي انت وقفت فيها، وارجع لها تاني وأكد عليها، وشوف لو في سؤال مثلا بأكتر من طريقة اربطه كده في دماغك، السؤال ده جه بالشكل الفلاني والشكل الفلاني والشكل الفلاني، فانا هاخد بالي منه بعد كده. في حاجة انا كنت بعملها شخصيا في الفترة الأخيرة، ان انا كنت بطلب من المدرس ان هو يديني امتحان، واخد الامتحان ده البيت اقعد احله كأني قاعدة في لجنة امتحان بالظبط. مثلا العربي مدته ساعتين، اقعد في الساعتين، محدش شايفني وممكن اغش طبعا، بس اكيد مش هعمل كده. انا الهدف اصلا ان انا اختبر نفسي اذا كنت مذاكرة ولا لا. فاقعد احله واشوف انا وقفت في ايه، ولما اجي اقف في سؤال ما اقفش فيه كتير، هو 5 دقايق، عرفته معرفتوش اعلم جنبيه كده، وبعدين اتنقل على السؤال اللي بعديه، واخد الامتحان ده اديه للمستر بتاعي واقول له صححهولي. هو بقى طبعا هيصححه، اشوف بقى جبت فيه كام من كام. المهم وقتها هبقى عارفة انا لو قعدت في لجنة امتحان هكون مستواي عامل ازاي، وفي نفس الوقت الحاجات اللي انا غلطت فيها هرجع اراجع عليها تاني، واسأل المستر مرة واتنين وتلاتة لحد ما اكون بيرفكت في النقطة دي.
الصلاة والدعاء هما سلاحك في الثانوية العامة وفي حياتك كلها. انت من غير الصلاة والدعاء ولا حاجة. يعني هم بجد ده سلاحك في الحياة عامة، طول ما انت بتدعي ربنا وطول ما انت حاسس من جواك ان هو مطلع عليك ومطلع على اللي انت بتعمله والمجهود اللي انت بتبذله، طول ما انت هيكون عندك اصلا القابلية انك تكمل اكتر وتسعى اكتر علشان انت عارف ان ربنا معاك. فصلي كتير وادعي كتير وادعي في كل صلاة كتير، ادعي في كل صلاة وفي كل سجدة. يعني انا فاكرة وقت الثانوية العامة ده، يعني في كل سجدة كده يا رب عايزة أدخل إعلام، يا رب تكون خير ليا، يا رب أحقق لي اللي باتمناه، يا رب أجيب فوق ال96%. والحمد لله الحمد لله بجد ربنا حقق لي كل اللي نفسي فيه. وكنت مصرة إن أنا أدعي إن الكلية تكون خير ليا، لأن أنا عارفة إن أحيانا إحنا بندعي بحاجات مش خير، فيا رب لا أنا عايزاها وعايزة تكون فيها خير. كمان الصلاة والدعاء هيخلوا جواك كده حالة من الطمأنينة، اللي هو الحمد لله أنا حليت النهاردة كويس، أنا دعيت ربنا، إن شاء الله ربنا مش هيضيع تعبي. فبيكون جواك سكون كده، وعارف ان ربنا هيوجهك للطريق الصح. انت عملت اللي عليك، ان شاء الله يا اما يحقق لك مرادك، يا اما هيحقق لك حاجة تانية انت ممكن ما تستوعبهاش في فترة معينة، بس بعد كده تكتشف ان ربنا كان بيأهلك لحاجة احسن واحلى بكتير. كمان بقى حاجة مهمة جدا 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 جدا، ان يكون عندك ملهم في السكة اللي انت عايز تمشيها. يعني انا وقت الثانويه العامه وقبل الثانويه العامه كمان كنت دايما بتفرج على برنامج احمد الشقيري، واقول بس انا عايزه ابقى زي ده، يعني انا عايزه اعمل برنامج زي ده، عايزه اكون في مكانه مش عايزه اكون مكانه يعني. احنا مش بنحسد الناس، بس انا عايزه اكون في البوزيشن اللي هو فيه، في نفس شكل البرنامج اللي هو بيعمله. يمكن انا لحد دلوقتي ما كنتش حققت كل اللي انا عايزاه، بس في حاجات كتير الحمد لله قدرت ان انا احققها. بس الالهام ده طول ما انت بتتفرج كده وشايف حد واصل وماشي الطريق اللي انت نفسك تمشيه، هيكون عندك كده حافز وعندك قدرة ان انت عايز تعمل اكتر واكتر لحد ما توصل للمكان ده. اخر حاجة بقى هتكلم عليها الاهل. احيانا في ناس مننا بيكونوا اهلهم مش داعمين ليهم، او بيكونوا فاكرين ان هم لما يقولوا لهم انتوا فاشلين هو انتوا هتنفعوا، هم كده بيحمسوهم ان هم يعملوا العكس وينجحوا. وفي شخصيات مننا بيحسوا لا، ما دام انت شايف كده وعارف ان انا فاشل فانا فاشل فعلا. اذا كان انت اقرب حد ليا وبتقول عليا فاشل يبقى انا اللي هنجح. عايزة اقول لكم معلش، ممكن يكون ده نوع من انواع الابتلاء، بس خليك عارف من جواك ان محدش هيكمل الطريق بعد كده غيرك، انت ونفسك وبس. لو دخلت كلية انت عايزها او دخلت كلية مرتاحة زي ما بيقولوا كده، هتفضل مرتاح بعد كده. مش قصدي مرتاح حتى في الكلية ان انت ممكن تكتشف ان مش ده اللي انت عايزه، بس هترتاح نفسيا ان انت اجتهدت وذاكرت وقدرت ان انت تجيب مجموع، حتى لو حسيت ان الكلية اللي جاية دي مش الكلية بتاعتك او مش ده اللي انت كان في دماغك. ولو انت اهلك داعمين ليك يبقى قول الحمد لله، وحاول ان انت ما تغزلهمش، وحاول ان انت كده تتخيل فرحتهم بيك وفرحتهم بنجاحك. يعني انا لحد دلوقتي فرحة النتيجة لما طلعت ورياكشن اهلي وفرحتي انا وعدم استيعابي بالمجموع لسه بفتكره لحد دلوقتي، ومن احلى الذكريات على قلبي. فالموضوع يستاهل. انا عارفة ان ممكن الثانوية العامة ما تكونش بالاهمية دي لناس كتير، بس الناس اللي نجحت وعرفت ان هي تجيب مجموع وعرفت ان هي تخش الكلية اللي هي عايزاها هيفهموا انا بتكلم في ايه. يعني ممكن ما تكونش نهاية الدنيا لو انت ما جبتش مجموع، لان في الاول وفي الاخر كل حاجة نصيب، بس انا بتكلم انك لازم تعمل اللي عليك لاخر لحظة لحد ما تشوف بقى بعد كده. اتوفقت الحمد لله، ما توفقتش في الحاجة اللي انت عايزها اكيد هتتوفق في حاجة تانية. وانا بأكد على المعلومة دي، لان ساعات احنا بنرسم لنفسنا طرق كده وسكك في خيالنا وما تكونش مناسبة لينا تماما. فاسعى واعمل اللي عليك وربنا يوفقك ويكرمك ان شاء الله. وايا كان الوقت اللي انت بتسمع فيه الفيديو ده، انا مش عارفة هيبقى انهي جيل ولا انهي وقت ولا ايه بالظبط، بس خد نية جديدة وتوكل على ربنا واعتبر ان الفيديو ده اشارة، محدش عارف انت ممكن بعد كده تعمل ايه. واتمنى لو انت سمعت الفيديو ده لحد الاخر تدعيلي دعوة حلوة وربنا يوفقكم ويكرمكم وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. ولو انتوا شفتوه في فترة ثانوية عامة يا ريت ترجعوا تكتبولي في الكومنتات حققتوا اللي نفسكم فيه ولا لسه.